ابراهيم عبد المجيد الكاتب الكبير السكندري الاصيل. سعيده اني شفتك النهارده. وانا كمان والله. حضرتك في الندوه يعني اعلنت بوضوح بتقول انا رجل فوضوي، مش بحب الفوضى يعني، ورغم كده كانت حياتك كلها اصرار، يعني اصريت انك تكمل تعليمك، اصريت انك تختار، اختياراتك كانت كلها فيها اصرار. ايه التناقض ده؟ لا هو مش تناقض، هو الأديب ما يحبش يبقى منظم في حاجة، يعني ما يحبش الطريق الواحد، يعني ممكن جدا فجأة كده يكون يعني مثلا النظام في السياسة. الكلام ده قلته في إطار العلاقة بين السياسة والأدب. يعني أنا مثلا كان بنعمل مثلا لما كنا في أحزاب يسارية اجتماعات سرية، لازم في ميعاد معين أروح، بس ممكن أروح الميعاد أشوف فيلم يعجبني أسيبه، فأسيب اللي أحب الفوضى في كده بقى، ان انا اعمل اللي انا عاوزه، ولذلك بعدت عن السياسه لان انا بتضيع وقت كتير على الاديب. السياسه ليها سياسيين كتير، يعني في 1000 واحد يوزعوا منشورات، لكن مفيش 1000 موهوب يكتب روايه. فعشان كده الواحد انا ده معنى كلامي. نقدر نقول فوضى منظمه. لا مش فوضى منظمه، ما تسميها زي ما تسميهاش، حريه. حريه في الفعل الشخصي، بس مش في ضرر الاخرين. يعني عارفه الوظيفه في ناس بتحبها وتنتظم فيها وتحارب عشان تترقى. انا ما بحبش ده، احب اسيبها في اي وقت، لان انا بكتب والكتابه بتعوض لي كل حاجه. طب بما اننا في شهر يوليو، حضرتك قلت في الندوه انك انتقلت من الناصريه للماركسيه والاشتراكيه واحنا في شهر ثوره 23 يوليو. كيف ترى ناصر الان بعد مرور كل هذه الاعوام؟ زي ما قريته ساعتها، زي ما شفته ساعتها. اتغيرتش الفكره بتاعت حضرتك عنه؟ هو عمل اشياء كتير عظيمه جدا في التعليم والصحه والزراعه، لكن قفل طريق الليبراليه اللي شغال من قريب ثوره 19، وقفل طريق الديمقراطيه ومنع الاحزاب وفتح المعتقلات. كانت النتيجه ان هو ما عرفش اخطائه في انه حرب اليمن مثلا، اخطائه في انه يخش حرب 67 باندفاع شديده، فانهزمنا. ما يعرفش حال الجيش في ايه. يعني هل حد يتصور ان ليله 67 5 يونيو كان في قاعده انشاص سهره بيرقصوا فيها ويغنوا الصبح، قاعده عسكريه، والحرب الصبح هتحصل؟ فانعدام الديمقراطيه خلاه ما شافش اخطائه، واحنا بنعاني من انعدام الديمقراطيه لحد دلوقتي، وده الكارثه بتاعت ثوره يوليو لحد النهارده. حضرتك شايف الانجازات على المستوى المحلي اقل من الانجازات الناصريه على المستوى الدولي؟ انجازات عبد الناصر كانت عظيمه جدا، فتح بيعها كلها، فتح الباب للبيعها كلها، والناس اللي سقفوا لعبد الناصر هم اللي سقفوا للسادات، هم اعضاء الحزب الاتحاد الاشتراكي، الحزب الواحد. سقفوا لعبد الناصر 1000 مصنع في 5 سنين من 60 ل 65، وسقفوا للسادات اللي فتح البيع لحد النهارده. بيبيعوا فاضل شويه مصانع صغيرين، بيبيعوا في المصانع. فسقفوا لعبد الناصر اللي عمل مدارس كتير جدا حكوميه، وسقفوا اللي عمل مدارس خاصه، واللي عمل مستشفيات ما كانش مستشفيات خاصه، واللي سقفوا اللي عمل مستشفيات خاصه، لان مفيش احزاب معارضه. فاسوأ شيء انك تمنع المعارضه، لما تمنع المعارضه مش هتعرف اخطائك، فهتفاجئ بكارثه. طب حضرتك شايف السادات افضل ولا ناصر افضل؟ لا ما تقدريش تقولي كده، كل واحد له عيوبه واخطاء، بس الجميع اخطاوا في حق هذا الوطن من حيث ارادوا، يعني من حيث ارادوا ان الشيء كويس، لانه منع الراي الاخر. منع الراي الاخر هو اكبر خطا، كل حاجه اتدمرت. شكرا لحضرتك، ميرسي يا فندم. شكرا جزيلا.